اهلا يا خال. ما لك تاخرت، نشيل نروح بدري السوق عشان نرجع بدري ولا نجلس لاخر الليل بالسوق. المهم جبت الورقه اللي في بالطلبات. ايوه هذه هي قد جاز فيها كل الطلبات. تمام نرجع نروح نتحزن. هذه كامل الطلبات. ايش هذا؟ إن منك من صدق مالك؟ إن تشي تخزي بنت أمك، الناس تهدر عليه تقول ما عرفش يعمل عرس اللي بنخته زي الناس. ها اقسم بالله شوف أبوك مات لكن أنا هنا زي أبوك، والله لا أعمل لك عرس حناني طناني، لا خلي خلق الله كلهم يهدروا عليك. امسك سجل عندك. يا خال سجل مو يا خال، سجل بعدين نهدر. سجل سجل عندك. فوق الأولى 10 جواني بصل. سجل 20 جنيه بطاط خلي الناس تاكل. وسجل 7 كباش وحبتين دقاق. ليش حدا دجاج يا خال؟ ما نفعل بهن. حبتين دقاق لما نروح نتغدى خليها على جنب. المهم اسمع، وزيد الخضره تمام، وزيد كمان فوق الفواكه 20 كيلو تفاح و20 كيلو برتقال و20 كيلو ليمون. وما نفعل بالليمون يا خال؟ انا يعجبني احيانا لما اصدع اشرب ليمون. طيب علشان يعجبك وعلشان يبعد صداعك اشتري 20 كيلو ليمون. والله انا معك حق بطره، والبطره مش مليح. خلاص خليها بس 15 كيلو ليمون. وزيد فوق ال10 كراتين الماء خليهم 30 كرتون ماء. خلي الناس تشرب، خلي الناس تشرب. المهم كي خلينا بقى اشوف ايش ضفت غالطني. تمام تمام. المهم احنا لما بنروح السوق وشوفنا اي حاجه ناقص بنشتريه. مالك الا اعمل لك عروس يا ابن اختي، اقسم بالله اخلي خلق الله كله تهدر عليك وبتشوف. طيب يا خال انا كتبت الطلبه سهوله على قدر الزلطه اللي معي، ولا يكلف الله نفسا لا وسعها، وعلى قدر فراشك مد رجلك. اطمن يا ابن اختي مالك ولا تهمشي، خالك هنا موجود. انا قد شليت مبلغ كبير من عمك عماد وقد هو عارف ان معانا عرس، يعني سلفه كذا بعد العرس ان شاء الله. اهم شيء يا ابن اختي نعمل لك عرس حناني طناني بيتكلموا عليه خلق الله كلهم. مالك؟ الله يحفظك يا خال، والله ما بش داعي تكلف على نفسك، بس من فين بتجيب الفلوس؟ من فين ما تدبرها؟ ما تهمك دبار الفلوس والقضاء، اهم شيء انت عرس بس وتطمن، يعني مش انا اللي بقضي الفلوس يعني. طيب ومن بيقضيها؟ انت بس عرس وارتاح، وبعد العرس اقضي الفلوس براحتك. اهم شيء بنعمل لك عرس امانه لنخلي خلق الله كلهم يهدروا عليك. والله ما ارتاح ويهدى للبال، لا لو محتبس ويسمعوا بي يتكلموا علي ويهدروا علي خلق الله كلهم. يا خال